السلام عليكم، معكم عبد الرحمن بروين فيديو جديد. المهم لقيتوني يلا غادي نخرج من المدرسه دابا كما تشوف في العنوان ديال الفيديو. غنمشيو نتلاقاو مع الدري اللي غيعاود لينا ليستوار ديالو كيفاش قلب الوراقي ديالو من القرايه للخدمه وباقي كيقرا في نفس الوقت. المهم نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وبالمناسبه اللي انتريسي بدراسه في الاوروب كما راكم عارفين راه ديجا كنخدموا لي بروسيدور مع الناس. صيفطوا لينا ميساج في الواتساب بيزنس ولا الواتساب العادي وان شاء الله يكون الخير. بقاو معنا. لقيتونا وصلنا عند الدري، غنمشيو عنده المحل. المهم نسلموا عليه، هو كيسالي مع التثنيه، بقات ليه 15 دقيقه ونمشيو نريحو في شي بلاصه باش يعاود لينا ليستواغ ديالو وكيفاش قلب من القرايه للخدمه. المهم انا دابا غادي نوريكم، راه هو خدام دابا. نخليوه تيسالي ان شاء الله نخرجوا. يلا لقيتونا رايحين في قهوه دابا. معايا الاستاذ ياسين، احسن حلاق في كونس. سيدي ياسين مرحبا بك في الفيديو. الله يبارك فيك. اول حاجه غادي تعرف لينا راسك. مرحبا. المهم اسمي ياسين من مدينة فاس، سن 27 سنة، حاليا مقيم في كاونس في دولة ليتوانيا. مشرفين اخويا ياسين. ربي يخليك خويا. الو غنرجع معاك شويه اللور وبغيتك تعاود لي السبب القدوم ديالك هنا لليتوانيا. صراحة سبب القدوم سبب واضح، يعني سبب القدوم ديالي هو جيت على اساس الدراسة ديالي. الحمد لله كلشي مزيان اخويا، فرحانين لك. ربي يخليك. غادي نتعمق معاك شويه اكثر ونقول لك الطريقه اللي جيتي بها. واش جيتي عن طريق اجونس ولا عن طريق صديق ولا عاود لينا اكثر، بغينا نعرف. صراحة يعني كيف ما أي واحد كيفكر أنه يجي لأوروبا، حنا كمغاربة كنحاولوا نلقاو جميع الطرق باش نجيو لهاد البلد. بالنسبة لي أنايا ما جيتش عن طريق اجونس، مي كان الدري الصديق ديالي الاخ ديالو هنايا هو اللي جابنا هنايا، هو اللي كان ديك الساعات يعني تكلف لنا بالدوسي. مي حاجة وحدة صراحة كنتمنى يعني كان عن طريق اجونس كان غيكون ساهل شوية قليل، باسكو كان عندنا بزاف ديال الحوايج اللي كانوا مخلينا اننا يعني كنديبريساو بزاف. يعني اجونس كنظن كان مزيان، يعني ما كتلقاوش اللي كيرشدكم بواحد الطريقه اللي بروفيسيونيل. تمام، يعني كتلقى غير داك السنه الخاوي وما عارف والو. مي الحمد لله هذه كانت الطريقه باش جيت. مزيان اخويا، الحمد لله بلي وصلتي على هنا، هذاك هو الفضل. و فاش جيتي لهنا كيفاش لقيتي ليتوانيا؟ واش ديك ليتوانيا اللي كنتي كتشوف في الفيديوهات هي اللي جيتي عشتيها هنا ولا لا؟ شوف صراحه يعني بالنسبه لليتوانيا كيفاش لقيتها انا، لكل واحد راي ولكل واحد يعني النظره ديالو. انا بالنسبه لي فاش جيت لهنايا لقيتها بلاد يعني كيف ما قلت ستيل دو في اللي باغي انا. صافي مارش يعني لقيت كلشي مزيان، ليتوانيا الجو، الناس، الطبيعه، كلشي زوين. و بليس كو سا القرايه عندهم حاجه زوينه صراحه. داكشي اللي كاين. الناس بالنسبه للناس اللي انتريسي بالدراسه راكم عارفين بلي حنا كنخدموا لي بروسيدور دو فيزا وكنخدموا لي زادميسيون للناس اللي انتريسي. صيفط لينا ميساج في الواتساب ديالنا، كاين واتساب بيزنس وكاين واتساب عادي ولا الانستغرام، كيما راه كنجاوبوا كلشي. نرجعوا لك اخويا ياسين، مرحبا. وغادي نسولك على واحد السؤال اللي ما غنبغيش يطيح فيهم اي تلميذ اللي غيجي. شنو هما الصعوبات اللي جستينا؟ ضروري ما يكون عندك شي مشاكل ولا عراقل اللي في الاول طراو لك هنا في ليتوانيا وما نبغيوش الناس والمشاهدين دابا اللي كيشوفوا فينا يطيحوا فينا. صراحه يعني من ناحيه المشاكل اللي واجهت هنايا اي واحد مغربي غادي يواجهها، باسكو فاش كنجيو للبلاد حنا يعني منفتحين على راسنا ماشي على العالم. هذه اول حاجه. فاش غتجي لهنا غتلقى الناس اوبن مايند، غتلقى الشكل ديال لافي مختلف، غتلقى اللغه مختلفه. بالنسبه لي انا فاش جيت هنايا المشكل اللي كان عندي في الديبار هو اللغه. انا كنهضر لونجلي مزيان، مي كاينين شي ناس هنايا واحد لا جينيراسيون ما كيهضروش لونجلي، كيهضروا راشن ولا ليتواني. مي هذا يعني قلت لك كسبب على اساس اننا كنا مغاربه. فاش كنكونوا يعني كنحاولوا نفتحوا، كنحاولوا ما امكن نبقاو بعادين على داك الناس اللي نقدروا نتحرجوا معاهم. دونك كنعزلوا واحد الجينيراسيون ديال الناس اللي كيكونوا كبارين شي شويه، مي هذوك هما المشكل باسكو ما كيهضروش لونجلي. الحمد لله
هذا ما كاينش مشكل يعني كبير. دغيا تعايشت مع المشكل يعني كتبدا تنفتح شويه على الناس، صاي كتعرف فين تمشي، كتعرف شنو دير. هذاك هو اللي خلى هادشي الحمد يكون لله. ماشي شي مشكل صراحه. انا عارف بلي هذا المشكل ما بقاش دابا، والحمد لله. الاخ ياسين ولا عنده واحد النيفو اللي فما في اللغه الليتوانيه، ولا كيفهم وكيهضر مزيان. الوغ هذا ما كان. الله لا فرحانين ليك الله اخويا، يخليك. نتمنى ايوا ان شاء الله ان شاء الله. والسؤال، واحد السؤال كيسولوه بزاف الناس، واش بصح ما كايناش الخدمه في ليتوان؟ هذا السؤال يعني نقدر نقول لك اللي كيفكر هكا غير بلا ما يجي لهنا. انا نقول لك ديريكتومون خاصك ما عنديش مع اضافه الالوان كيف ما تنقول. اللي كيقول ما كايناش الخدمه هذا كيكون ديجا يعني هو في دماغه ما كاين حتى شي حاجه. مي هنايا تقلب تلقى، باسكو اي بلاد مشيتي ليها تقلب تلقى. وبالنسبه لي انا كمبتدئ فاش جيت لهنايا كانت ايزي، باسكو كاين يعني ليفريزون وكاين بزاف ديال الشركات اللي كيقبلوا طلبه دغيا كيتسجلوا معاهم وما كيكونش فيها حتى شي مشكل. اون بليس تقدر تبدا بواحد لاصالير اللي يقدر يعيشك مزيان وتعيش مرتاح. بداك لو سالير يمكن لك تخلص الكرا ديالك، الماكله ديالك، لي زاكتيفيتي، وتقد تخبع الجامعه العام الجاي. يمكن لك تخلص الجامعه ديالك، وهادشي ماشي غير هضره. يعني الناس بزاف كثيره، بزاف ديال لي زيتيديون كيديروا هادشي. وانا اعوذ بالله من كلمه انا درت هادشي وخلصت الجامعه راسي الحمد لله. وهذا ما كان. واحد السؤال خويا، السؤال بغيت نسولك، واش نفعاتك داك الدبلوم ديال الحلاقه في المغرب هنا؟ المغرب ولا هنا؟ داك الدبلوم زعما اللي خديتيه في المغرب، واش نفعك هنا؟ بزاف، نقدر نقول لك بزاف. يعني كون ما كانش عندي داك الديبلوم نقدر نقول لك يعني ما نتقلبش الوراق، باسكو هنا يعني ضروري يعني الا بغيتي تقلب الوراق خصك يعني واحد لا كومبيتونس، خاصك شهاده ديال ليكسبيريونس وخاصك ديبلوم. هذه ضروري باسكو عارف القانون تبدل هنايا ما بقاش يعني كيف ما شحال. هذه دابا القانون تبدل صافي. فاش كتبغي تقلب الوراق كيطلبوا لك الدبلوم والاكسبيريونس اللي عندك، وداك الاكسبيريونس كيكتبوا عليها تكون ديجا عندك عامين في الاكسبيريونس. وهذه حاجه سهله بالنسبه لواحد مغربي راه قادر يجي. الوغ بالنسبه اول انت خدمتي في المحل ديال الحلاقه المشهور، انت بديتي الخدمه معاهم؟ نسمعهم دابا شي 8 شهور حتى 9 شهور. تبارك الله. امتى جاك القرار ديال تقلب الوراق من القرايه للخدمه؟ واش توفرات ليك ولا انت اللي بغيتي؟ شوف، كأي واحد مغربي ضروري ما كنحاولوا نلقاو بيبان من ندوزو من جميع الجهات. الله يعطيك الصحه. فهمتي، حنايا ما كنمشيوش على وان بلان، كنمشيو على بزاف ديال الطرق. مي انا بالنسبه ليا يعني فاش كتكون يعني عندك شي حاجه في يديك، هنا الناس كيطلبوا الصنعه. فهمتي، يعني فاش كتكون عندك هما اللي تيوفريوها لك. فهمتك. انا يعني كانت تعرض عليا هذا البلون هذا، من ديك الساعات كنت يعني ديبريسي شويه بالقرايه صافي، يعني كنت مخليها شي شويه. مي فاش قررت انني نبدلها كانت ايزي يعني في ان موا كلشي تقلب، كلشي ولا بخير ومزيان. ودابا مازال كنقرا خدام كيف ما راك عارف. الحمد لله والله الحمد لله خويا ياسين. شخصيا انا فرحان لك بزاف، والله يسهل على الجميع، الله يسهل على كاع خوتنا اللي كاينين هنا. كله مشاكله كله ظروفه، ولكن الحمد لله كلشي قاضي غرض. الله يسهل على الجميع، والله يسهل على الناس اللي كيتفرجوا واللي باغيين يطلعوا حتى هما. باش غنساليو الفيديو غنساليو بواحد النصيحه اللي تعطيها للشباب خوتك هذوك اللي كيتفرجوا فينا دابا. ديرهم خوتك، ديرهم صحابك، ولاد الحومه، عطيهم نصيحه. نقدر نكون معاهم سيريوس اكثر من اللازم. مرحبا. مي شباب اللي باغي يجي هنايا غتلقى ستيل دو في ديالو. اي واحد مغربي كنهضر باسكو دوزت بزاف في المغرب وعارف شنو كيعاني منه الشاب المغربي او الشابه المغربيه. بالنسبه لهنا الا جيتي وكنت يعني كريم مع راسك ومع نفسك تقدر تعيش حياه زهيره. باسكو هنايا ما كتبغيش داك اللعب بزاف، ما تتبعش الزهور، ما تتبعش داك الشيء الخاوي، باسكو الا تبعتي داك الشيء هنا كاين منه بزاف وميم طون غادي تخسر الحياه ديالك. مي الا جيتي وفوكسيتي على الهدف اللي عندك، سواء قرايه سواء خدمه سواء
حياه جديده سهله باش تلقى راسهم. يعني نقدر نقول لك خويا ولا اختي مرحبا بك هنايا، مي كون فوكس على يور لايف. على ما كان نتمنى انه ياثر فيكم شويه ياسين. خويا انا درت من القلب والله الا ما راه هادشي غيبقى بحال هكا، والله حتى غيبقى بحال هكا. حنا راه ما فيناش نبقاو نقطعوا في المونتاج ولا شي حاجه اللي خارجه من القلب راه كتوصل للناس. وهذا ما كان. نتمنى هذا الفيديو عجبكم، ونتمنى نتلاقاو في واحد المناسبه اللي احسن. السلام عليكم.